هنعمل مع بعض الفول بالزبدة. الفول بالزبدة فيه تريكات كتير مهمة فيه هنعرفها كلها في الفيديو. وكل سنة وانتم طيبين، شهر رمضان الكريم. طبق السحور ما ينفعش من غير طبق الفول، عشان كده هننوع السنة دي وهنعمل اطباق فول كتير قوي عشان ما نزهقش. نزلنا بطاسة وحطينا فيها شوية زيت، وبعدين هننزل عليهم بشوية ملح، وهنحط عليهم كمان شوية كمون، وهنحط برضو معاهم شوية فلفل اسمر. لو أول مرة تشوفوني ما تنسوش تشتركوا في القناة ولايك وشير في الفيديو. أنا سعيد، هعمل لكم حاجات كتير قوي الفترة الجاية. ومعاهم كمان شوية بابريكا، وهنعصر عليهم كمان عصرة ليمون كده. بصوا، أول ما نعصر الليمون كده يبدأ بقى إيه، تفاعل بقى السخن كده مع الساقع. ونقلب بقى الخلطة اللي احنا عملناها دي. احنا المرة دي عملنا الخلطة، ناس كتير بتحط الفول الأول. نصيحة: اعملوا الخلطة دي الأول كده وادوها تقلبتين، وبعدين ننزل عليهم بشوية الفول اللي احنا جايبينهم من على العربية. وبجد هتاكلوا أحلى طبق فول بالزبدة وكمان بالطحينة. نقلب بقى الحاجات دي كده مع بعضيها، نميكس كده، قلب 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 على طريقتنا. ميكس كده طبق الفول الجميل ده. ولسه بقى التركاية في آخر الفيديو، عشان الناس اللي بتسأل دايما ازاي نعمل فول بالزبدة، ازاي بنشوف المطاعم عاملة فول مكتوب عليه فول بالزبدة، ازاي نعملها. ناس كتير كانت مفكرة ان احنا بنحط الزبدة في الأول، لأ خالص. هننزل بقى بالطحينة اللي انا اشتريتها وقلتلكوا انا اشتريتها منين في الفيديوهات بتاعت الشورتس الفترة اللي فاتت. هنقلب بقى، بصوا سمك الطحينة بتاعي هنا تقيل عشان كده انا ما حطيتش كتير. هنقلب بقى الطحينة مع الفول بتاعي، بصوا هتديله شكل بجد حلو جدا 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 جدا. لو في اي نوع فول، انا مميز جدا في الموضوع ده. لو في اي نوع فول انتوا نفسكوا فيه اكتبولي في الكومنتات، هعمله لكم الفترة الجاية عشان السحور في رمضان. وكل سنة وانتم طيبين. وكلكم بقى اكتبولي في الكومنتات كل سنة وانتم طيبين. زي ما انتم شايفين كده احنا مكسنا طبق الفول بتاعنا زي ما انتم شايفين. وهنا جت التركاية، هننزل مع بعض بالزبدة بتاعتنا، وهنبتدي ان احنا نقلبها كده في طبق الفول لغاية لما تسيح خالص وكل الفول يشرب من الزبدة بتاعتنا. وبكده هنبقى عملنا احلى طبق فول، طعمه مختلف وهيعجبكم جدا، وحاجة مختلفة على السحور. لان السحور كل يوم محتاج فول، فلازم كل يوم او كل 3 4 ايام ننوع في طبق الفول بتاعنا علشان ما نزهقش. يوم هنعمل فول بالزيت الحار، يوم هنعمل فول بالزبدة، يوم هنعمل فول بالسمنة، وهنعمل فول بالحمص. هنعمل حاجات كتير قوي الفترة الجاية، وهعمل لكم سلسلة اطباق فول تحفة تحفة تحفة. تنسوش لو وصلتوا لغاية هنا اكتبولي في الكومنتات عايزين ايه الفيديوهات اللي جاية. اشوفكم على خير، وكل سنة وانتم طيبين، وباي باي.